السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. اش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وفي صحة جيدة. وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم جبت لكم المخبز بطريقة عصرية. ان شاء الله هذا المخبز ينال اعجابكم وتجربوه، وما تنسوناش البنات جيم واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله ونروح نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. رايحين اليوم نديرو مع بعضنا المخبز بطريقة ناجحة 100%. عندي هنايا كيلة تاع سكر، انا استعملت كيلة صغيرة. انا اليوم راح نديرو بالكاوكاو، كان قعد لي من الكاطو، ايا قلت نديرو معكم المخبز ونبارطاجيه مع حبوباتي. هنا كما راكم تشوفوا كنت حمصت مليح هذاك الكاوكاو ورحيته مليح مليح حتى ولا لي بودرة. راح نزيد 2 كيلات تاع كاوكاو مرحي. هذا المخبز انا كنت درته في العيد وما لحقتش باش نبارطاجي الفيديو، ايا قلت نبارطاجيه معكم. كما راكم تشوفوا درت 2 كيلات تاع كاوكاو، والكيلة الثالثة راح نديرها نوات كوكو. كما تعرفون نوات كوكو والكاوكاو يعطيونا واحد البنة ما شاء الله. نعمر الكيلة تاع نوات كوكو كما راكم تشوفوا فيها، انا عمرتها مليح. نزيد عليه مغرف كبيرة تاع فاني. هنا الفاني اختياري، الا كانوا عندك قشور الليمون ولا قشور القرص تقدري ديريهم ثاني، يعطيونا واحد البنة بزاف هايله. انا هنا ما كانش عندي القارص. نخلط مليح هذاك السكر والكاوكاو ونوات كوكو مليح مليح حتى نشوف هذاك السكر دخل مليح مليح في هذاك الكاوكاو. راح نبدا نعجن في المخبز تاعي. هنا راح نستعمل بيضه كامله، مانيش راح نفصل البياض على الصفار، راح نستعمل بيضه كامله. انا درت بيضه كبيره. نبدا دوكا نعجن فيه ونروح معاه غير بشويه، وفي نفس الوقت نعجن هذاك المخبز ونذوب هذاك السكر بين طرف صباعي باش من بعد هذاك المخبز تاعي ما يجينيش يابس، وفي نفس الوقت يجيني معسل من الداخل. كما راكم تشوفوا فيا راني نروح معاه غير بالعقل، وفي نفس الوقت راني نعجن في هذاك المخبز. كل ما عجنا المخبز تاعنا مليح ودخلنا فيه يدنا كل ما جانا معسل من الداخل. كما قلت لكم البنات هذه حاجة مهمة في المخبز باش ينجح لكم ويجيكم بزاف طري من الداخل. هنا كما راكم تشوفوا استعملت تقريبا بيضة كاملة. نروح نجيب البيضة الثانية ونخلطها مليح. انا مش راح نكمل نستعمل البيضة الكل، نروح غير بشوية نشوف غير واش يحتاج المخبز تاعي. صدقوني هذا المخبز يجي بزاف بنين. مي انا هنا درته بالكاوكاو، كما قلت لكم انا الكاوكاو كان قعد لي من الكاطو اللي درته. ايا قلت هو قعد نديرو مخبز ونبارطاجيه مع البنات نستفادوا من بعضنا. كما راكم تشوفوا المخبز تاعي بدا يتلم وبدا يحكم روحه. هذا هو القوام تاع المخبز تاعي، وهذا هو واش قعد من البيضه الثانيه. كما راكم تشوفوا راه حكم روحه وماهوش جاري وماهوش طري، يكون يعني متوسط. نروح نحط المخبز تاعي بجيه ونروح نوجد معاكم التزيين اللي رايحين نزينوا به المخبز تاعنا. انا هنا راح نزينه بالحجر تاع الجيود. كما تعرفوا هذا الاحجار تصنف من الاحجار الكريمه. وهذا التزيين بزاف بزاف راقي وبزاف بزاف باهي. نتمنى ان شاء الله تجربوه. هنا تقريبا درت 50 غرام جلوكوز، وراح نزيد عليه 50 غرام سكر عادي. هنا البنات الا ما كانش عندك الميزان تقدري يعني بلا ميزان ديري القيس اللي درتي به الجلوكوز ديري به السكر، ولا تقدري تكيلي بالمغرفه عادي.
نزيد نحط عليهم ذوق البرتقال. انا راح نكه الحلوى نتاعي، راح نكهها بذوق البرتقال. كل وحده واش تحب تنكه الحلوى نتاعها. انا هنا راح نديرو تقريبا برتقالي فاتح، راح ندير فيه ذوق البرتقال باش يعني يتناسب لي مع اللون اللي راح نديرو. نحط المكونات كامل ونروح نحطهم نروح نحطهم فوق النار لازم تكون هادية وتكون ناقصة بزاف باش الحلوى نتاعكم ما تتحرق لكمش. وفي نفس الوقت نقعد نخلط فيها حتى نشوف هذاك السكر بدا يذوب لي والمكونات تاوعي كامل ذابوا مع بعضهم، وبداو يديروا لي فقاعات ولا نبولات ولا بونبولات، كل واحد واش يسميهم البنات. هنا كما راكم تشوفوا راهي بدات دير لي في البنابل. كي تبدا دير لكم في البنابل كبار طفيو عليها. نروح نجيب بابي كويسون، من الاحسن البنات يكون بابي كويسون من النوعيه الجيده، ولا تقدري تدهنيه بشويه زيت باش من بعد كي تهزي الحلوى نتاعك ما تلصقلكش. نكبوها فوق هذاك بابي كويسون ونخليوها تبرد حتى تحكم روحها باش نبداو نخدموا بها. هذا هو المخبز نتاعنا بعد ما كان ارتاح لي. انا تقريبا خليته واحد ساعة وهو يرتاح. دوكا نبدا نشكل في المخبز نتاعي. هنايا حطيت ساشي ولا واش كان عندك ونبدا نحل في المخبز تاعي. من احسن المخبز تاعكم ما ديروهش رقيق، لانه تعرفوا المخبز لازم يكون شويه عالي. راح انا نشكل بهذا المول، الشكل تاعو يجي بزاف باهي. هذا هو الشكل اللي نتحصل عليه، وكما قلت لكم نبداو نعدلو فيه على الاطراف. انا درت هذه الطريقه باش يجيني بومبي. نروح نجيب صينيه ونحط المخبز نتاعي، وهنا نكون سخنت الفور على 180 درجه. ندخلو للفور ونروح نوجد معكم الطليه اللي رايحين نديروها المخبز. عندي هنايا بياض بيضه تقريبا نديرو 3 مغارف قارص، مغرفة كبيرة فاني. هنا البنات راني سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش بزاف طويل. ونبدا نشف بالسكر حتى نتحصل على طليه تكون شويه حاكمه روحها. نروح معها غير بشويه، وراح نزيد عليها تقريبا 3 مغارف تاع ما زهر ولا 2 مغارف تاع ما زهر. ونجيب الملون نتاعي. انا كما قلت لكم درت الملون برتقالي ودرتو ذوق برتقال كما راكم تشوفوا فيه هنا. ماهوش يبان لكم اللون مليح. راح نكمل نحط السكر حتى نتحصل على طليه تكون حاكمه روحها وفي نفس الوقت ما تكونش جاريه. كما تعرفوا الطليه تكون شويه حاكمه روحها باش ما تسيحناش من بعد من المخبز. هذا هو اللون اللي تحصلت عليه برتقالي فاتح كما راكم تشوفوه هنا. ماهوش يبان لكم مليح مي في الحقيقه راه يبان احسن واحسن. نجيب المخبز نتاعي بعد ما كان طابلي. البنات هنا المخبز كي تدخلوه للفور ما تخليوهش يطول بزاف باش ما يبسلكمش. كما راكم تشوفوا فيه هنا راه طري ما شاء الله. نبدا دوكا نثقب في المخبز نتاعي باش نحط فيه هذيك الحلوى ولا باش نحط فيه هذوك الاحجار ولا حجر الجيود. كل واحد واش يسميه، كاين اللي يسميه كريستال، كل واحد كيفاش يسميه. هنا انا كسرته كما شفتوا. لازم تجيبوا حلاله ولا رزامه تاع المهراس ولا وتكسروه وتتحصلوا على حبيبات يكونوا صغار. هذه هي الطليه نتاعنا بعد ما كانت ارتاحت وخرجت لها هذوك الفقاعات كامل. البنات هنا الحاجه المهمه لازم الطليه نتاعكم تخرجوا لها الهواء باش من بعد كي نعاشيو
نطليو في المخبز تاعنا ما يجيش فيه الفقاعات. ان شاء الله تكونوا البنات فهمتوني وما كنتش يعني طولت عليكم وكثرت عليكم الهضره. نزيد معاكم حبه. شوفوا البنات هنا كيفاش حمرته من تحت، جا يعني ما شاء الله ولا غير جا بزاف بزاف طري. نكمل نطلي الحبات تاع المخبز بالطليه ونولي لكم حبوبات قلبي. بعد ما كنت كملت تطليت المخبز تاعي وخليته نشف لي كما راكم تشوفوا هنايا. هذا هو المخبز تاعي، شوفوا كيفاه جات الطليه ما شاء الله. هنا راني درت لها ملمع ذهبي، وهنا حطيت لها هذوك الاحجار ولا حجر الجيود كما راكم تشوفوا فيه. انا هنا كوليته بالجلوكوز باش يعني يحكم روحه، وزينته باوراق الذهب كما راكم تشوفوا فيه. التزيين بزاف بزاف راقي ويجي المنظر نتاعو ما شاء الله، يجي يعني بريزونطابل سورتو للافراح، يجي بزاف بزاف هايل. الشكل نتاعو ما شاء الله، شوفوا كيفاه راه يعني يهبل يهبل كما نقولوا حنايا. هذا هو حبوباتي المخبز نتاعنا اللي كنا درناه مع بعضنا. حطيته في طبق التقديم وحطيته في الكيسات. هنا درت له ملمع ذهبي كما راكم تشوفوا، راه يبري ما شاء الله، راه يهبل يهبل. انا نكذب عليكم ما قدرتش ناكله، راني غير نتفرج فيه. نتمنى ان شاء الله هذا مخبز ينال اعجابكم وينال رضاكم وتجربوه. نخليكم البنات تشوفوا المخبز كيفاش جانا. الطليه جات ما شاء الله وجات بزاف بزاف طريه. وهنا البنات نقول لكم سمحوا لي بزاف بزاف نسيت ما قسمت لكمش الحبه حتى يعني فات العيد وكلينا هذا المخبز، باش تفكرت باللي ما قسمت لكمش الحبه باش نشوفوها من الداخل كيفاه جاتنا. يعني البنات للامانه والله والله غير جات بزاف بزاف طريه ومعسله من الداخل. الى هنا حبوبات قلبي، ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في وصفات جديده ان شاء الله. وما تنساوناش حبوباتي بجيم واشتراك في القناه باش تكبر العائله نتاعنا اكثر واكثر. حبوباتي نقول لكم سلام.